انتقل ياني كاراسكو إلى العاصمة السعودية الرياض من أجل إتمام الفحص الطبي تمهيدا لانتقاله من أتلتيكو مدريد إلى نادي الشباب لمدة 3 سنوات. وقام كاراسكو بتوديع زملائه وموظفي النادي بعد إبلاغ المدرب دييغو سيميوني برغبته في قبول العرض المقدم من الشباب. ورفض نادي أتلتيكو مدريد في البداية التفاوض بشأن كاراسكو وقبول حوالي 15 مليون دولار التي وضعها الشباب على الطاولة، إلا أنه وافق أخيرا على رغبة اللاعب المنتظر أن يتقاضى اللاعب حوالي 13 مليون يورو سنويا وهو بعمر 30 عاما. وسيلعب كاراسكو المباراتين في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2024 مع بلجيكا، وهو لاعبا جديدا لفريق الشباب السعودي.